يا استاذ ماهر. مساء النور يا فندم. استاذ ماهر، حضرتك سمعت كلام مدام جوزفين؟ طبعا. طبعا. ايه رايك فيه بقى؟ تعليقك عليه ايه؟ اتفضل. لما البني ادم بيتكلم باللي جواه وباللي بيشوفه قدامه وبالحقيقه ما يبقاش مش من حقي ان انا اقول اي تعليق. يمكن يكون في تعليق صغير، بس ان انا مش ليدر. اتفضل. الحقيقه ان الموضوع جه بالتدريج. انا عمري ما كنت ليدر ولا هكون ليدر لاي حد. الموضوع جه بالتدريج. الانبا مارك جه وعنده خطه لتفكيك الكنيسه. الناس اللي حست بالموضوع ده قالت ده ما ينفعش، الكلام اللي بيحصل ده ما ينفعش. نزلوا لقداسه البابا عشان هو قال مش هنعمل المبنى بتاع الكنيسه. تمام. وكان عايز ياخد المبنى اللي هو بتاع درافيه. وراحوا للبابا. البابا قال لهم الدوسيه بتاعكم هشوفوا. هم يدوروا على الدوسيه ما لقوش دوسيه، لان الناس اللي هنا كانوا معتقدين ان الانبا مارك رجلا صالحا وهيودي الدوسيه اللي هم ادوه له للبابا. فلما راحوا لقداسه البابا ما لقوش حاجه. قداسه البابا طلب من السكرتاريه الدوسيه، ما كانش فيه دوسيه. ده دليل ايه؟ ان الانبا مارك ضلل كمان البابا، يعني الانبا مارك ضلله كمان. يعني البابا ما كان موافق كمان على ان هو يشتري لكم المبنى، والبابا كان موافق. فالانبا مارك ما بعتش كمان الدوسيه، واتفاجئ ان الدوسيه مش موجود هناك، عشان البابا بقى يشوف الكلام على ارض الواقع ويشوف الحاجات اللي انتوا باعتينها، ما لقوهوش هناك. بالظبط كده. بالظبط كده. اللي حصل ايه بقى في الوقت ده؟ كان معاهم دوسيه احتياطي قدموه لقداسه البابا. دوسيه احتياطي. في الوقت ده قداسه البابا شاف كل حاجه. وخصوصا ان الكنيسه كانت قريبه من موقف كبير بتاع الكنيسه تبعد حوالي 800 متر من او 700 متر من الموقف ده. بلاش حتى 500 متر يا مدام من الموقف الكبير ده. موقف بتاع مترو وبتاع اتوبيسات وبتاع ترميات. يعني شوفي يعني منطقه حاجه جدا. تمام. والحقيقه كنا واخدين 1600 متر. ده مساحه كبيره جدا. 1600 متر على فكره في ناس اتضحك عليهم وقالوا لهم دول شقتين في البيت اللي جنبينا. لا، ده 1600 متر. ده حاجه كبيره. ايوه. ده انا اول مره اعرف الحته دي. الناس اتضحك عليها وقالوا لهم دول شقتين في العماره اللي جنبينا، ازاي تقولوا الكلام ده؟ فانا عايز اقول لحضرتك الانبا مارك شغال بالاشاعات. الانبا مارك بيكسر الكنيسه والناس اللي جوه الكنيسه بالاشاعات. والاشاعات يعني عملت انقسامات. جباره لان الناس مش عارفه الحقيقه فين، وهو ما بيقولش الحقيقه. يعني يا ريته كان بيقول الحقيقه. ف كونا مجموعه، والمجموعه عملنا طلب، لان احنا شفنا ان هو ماشي بطريقه غير شرعيه وغير قانونيه. ازاي ده يا استاذ ماهر؟ وضح لنا الحته دي، ووضح لنا ابونا ابراهيم ثواني بس يا استاذ ماهر، عشان مدام جوزفين فجرت مفاجاه خطيره جدا. قالت ان كانوا بيزوروا توقيع ابونا ابراهيم البراموسي. يا ريت تحكي لنا الواقعه دي لما كان رئيس اللجنه بتاعتكم، رئيس الجمعيه العموميه. اتفضل. انا هاجي في السكه مدام. طيب اتفضل. بس حبيت اقول انه لما رحنا للقاضي وقلنا له ان
بقالنا حوالي 5 سنين ما حصلش جمعيه عموميه. بقالنا 5 سنين و3 سنين ما حدش يعني عمل نقاش في الميزانيه. تمام. فالقاضي قال لنا اوكي اعملوا جمعيه عموميه واعملوا نقاش في الميزانيه وهاتوا ايوه محضر من الدوله. أيوة. عشان الموضوع يكون حيادي. ماشي الكلام. ماشي الكلام. الأمر لو ترجعي للتسجيلات اللي متسجله ويمكن بعدناها يعني ومشهوره على الفيس. الانبا مارك نفسه بيقول في ناس وحشين عملوا مش عارفه ايه. ارجعي للتسجيلات هتشوفي الانبا مارك كان بيقول ايه وقتها وازاي نخلص من الموضوع ده. اولا الانبا مارك اخترع ان الكنيسه رايحه في اتجاه تاني. صح. يعني شوفي الفكره الشيطانيه. قالها فعلا. اخترع ان الكنيسه رايحه في اتجاه تاني. معنى كده ان قداسه البابا شنوده سابنا نروح في طريق تاني. ومن بعده البابا توادرس برضو سابنا لمده 5 سنين ماشيين في موضوع تاني وسايبنا كده. هل ده يعقل ان الموضوع ده يتقال علينا؟ طبعا محدش فينا يقبل الكلام ده. صح. وفي نفس الوقت محدش فينا يقبل ان الانبا مارك يكذب ويقول ان احنا ماشيين في طريق تاني. عيب. ده حتى الناس اللي عملت الورق بتاع الجمعيه بتاع الكنيسه. أيوة. عشان تسجله في وزاره الشؤون الاجتماعيه. الانبا مارك نقدهم وقال ان دول عملوا حاجات غلط. يمكن مدام جوزفين من شويه قالت ايه؟ قالت احنا كنيسه ارثوذكسيه نتبع الكرازه المرقسيه وبطريرك الكرازه المرقسيه. سواء البابا شنوده سواء قداسه توادرس سواء اللي هيجي بعد كده. صح. فهو استغل النقطه دي عشان يقول ايه؟ مش مكتوب قداسه البابا توادرس يبقى الكنيسه دي هتروح في طريق تاني. يعني عايزين الكنيسه باسم البابا من الاخر يتحكم فيها ويعمل كل حاجه فيها. يعني الكنيسه تبقى باسمه. التوقيعات تشتروا كنيسه تعملوا تبيعوا كنيسه مش عارفه ايه اي حاجه فيها. هو ده الحته اللي الانبا مارك دقاها عشان يقنع قداسه البابا وفي نفس الوقت يوصل لقلبه ويقول له بقى ايه؟ سيبني اعمل بقى. سيبني اعمل بقى. انا ابنك. وسيبني اعمل بقى. انا تحت امرك. واللي انت هتقوله لي اعمله لك وهجيبه لك وهدفعه لك كل حاجه بالشتاء. صح. فاخترع الموضوع ده مع المحيطين بيه. وصلوا ان هم يغيروا في الاستاتيو اللي هو اساس او المرجع بتاع اللائحه. وطلبوا من ابونا انه يتنازل عن حاجات. قال لهم يا جماعه ازاي انا اتنازل وانا كنت مرشح لرئاسه الجمعيه؟ ده وصل. ايوه. وصل ان ناس حاليا هي الدراع اليمين بتاع الانبا مارك تقول لابونا افرايم في الوقت ده ايوه هتمضي غصب عن عينك. انت لازم تمضي. هتمضي غصب عن عينك ولازم تمضي. الدراع اليمين بتاع الانبا مارك تقول لابونا افرايم في الوقت ده ايوه هتمضي غصب عن عينك. انت لازم تمضي. هتمضي غصب عن عينك ولازم تمضي. ناس حاليا
فعليا عملوا الموضوع ده. فطبعا الحكايه كانت جباره يعني. طبعا الخلاف مع ابونا افرايم مش حاجه حديثه. الخلاف مع ابونا افرايم من اول يوم الانبا مارك حط رجله فيه. صح. في فرنسا. صح. الكلام ده اللي انا بقوله حصل سنه 2015. احنا 2023. صح، عندك حق. طيب يبقى ما فيش حد يقول بقى بسبب المظاهرات حصل كذا. حصل كذا. ده موضوع قديم خالص، موضوع قديم جدا. وكمان جداً. استاذ ماهر، انا عايزه بس انوه لنقطه معينه. معلش انا بس بستأذن بس حضرتك، ان انتوا كمان كنتوا عاملين المظاهرات في وجود ابونا افرايم. يعني انتوا وقفتوا في المظاهرات وابونا افرايم كان عندكم لسه هناك. هتكون هي سبب ازاي؟ طبعا يعني طبعا. لا عشان انا بحاول ارد على الناس اللي بتتكلم، اللي بتقول المظاهرات هي السبب، او الاشاعات اللي الانبا مارك مروجها عشان خاطر يخلص نفسه. هو الحقيقه كل ما بيحاول يخلص نفسه بينزل اكتر من نظرنا، زي ما قالت مدام جوزفين. تمام. كل ما بيحاول يخلص نفسه بينزل اكتر من نظرنا. وللاسف في ناس ضعفاء او الحقيقه مش عايزين يقفوا قصاد الجلابيه السوداء، وانا فاهم الكلام ده ومقدر ان هم ما يقدروش يقفوا قدام الجلابيه السوداء. وده طبيعي. وانا مش واقف قدام الجلابيه السوداء، لكن انا بحاول اقول الحق. انا هقول الحق حتى ولو هيموتوني، انا مش مهم عندي، بس الحق هو الحق. حصل الكلام ده. فمعنى كده ان الانبا مارك مش ما كانش عشان ابونا كانش عايز يتنازل، مش عشان حاجه، عشان الموضوع لازم يكون قانوني. هو مش عايز حاجه، بس الفلوس فلوس الشعب. صح. وهو مش من حقه انه يعمل اي حاجه من غير ما ياخد راي الشعب، زي ما عودنا من اول ما جه. كل حاجه احنا بنشارك فيها. صح. مش زي دلوقتي لما مارك بياخد قرار وما حدش يتكلم وما حدش يفتح بقه. فعشان تتحولي من حاجه لحاجه تانية، من طريقه ديمقراطيه لطريقه ديكتاتوريه، على الاقل الراجل اللي عايز يعمل النظام الديكتاتوري لازم يعودنا على الديكتاتوريه دي واحده واحده، مش هوب خبط لازم يحطك قدام الامر الواقع. يحطك قدام الامر الواقع. طب وبعدين واخرتها ايه؟ فرحنا للقاضي والقاضي اخرج قرار، لكن الانبا مارك عشان يخرج من القرار بتاع القاضي ده وانه ما يجيبش محضر يحضر الجمعيه العموميه ويشوف كم واحد موافق وكم واحد مش موافق. الجمعيه العموميه كان ميعادها يوم 6 مارس. قبليها الحد اللي قبليها باسبوع جه الانبا مارك وقال لي قداسة البابا بعد قرار انه نظرا لان الجمعيه او الكنيسه رايحه في حته تانية، ايوه، فاحنا هنعمل جمعيه عموميه غير عاديه. الكلام ده ما قالهوش قدام الشعب. الكلام ده قاله في القضيه اللي احنا عملناها، لانه اتحط في موقف صعب، وعشان يرد علينا بالقانون الفرنساوي لازم يجيب بيسموها ايه، ادله انه ليه عمل الموضوع ده قبلها باسبوع، وانه ما اعلنش عنها عشان خاطر ده جمعيه عموميه غير عاديه. تخيلي بقى وصل لغايه فين. اللائحه الجديده يعني قال لكم قبلها باسبوع بس ان هنعمل حاجه جديده. لا ما قالش قبليها، يا ريته كان قال قبلها باسبوع. ما قالش. لا يوميها. احنا المفروض عندنا مناقشه اللائحه دي ما كانتش على الجدول. ابونا افرايم كان محدد ميعاد لمناقشه الميزانيه وترشيح اللجنه الجديده. هو عمل 3 عصافير بحجر واحد. عمل اللائحه في نفس اليوم. تغيير اللائحه، وانه هو متحكم مسؤول الاول والاخير في كل حاجه.
واخده بالك؟ وده يعني المفروض بيتهيألي الموضوع ده بيتعمل بعد التجليس مش قبل التجليس، نهايته ده موضوع تاني. وفي نفس الوقت رشح مجموعة معينة تبعه، هي المجموعة دي اللي هتمسك، وقداسة البابا موافق عليه. فطبعا الطريقة دي طريقة طبعا غير طبيعية وغير قانونية، انك تعمل كل حاجة كده من ورا الشعب. صح. هو راضي بكده، هو راضي بكده، وكل ده عشان ياخد المنصب. خلاص. الحقيقة بعد اللي حصل ده احنا حسينا ان في حاجات غلط يعني في حاجة مش طبيعية. الناس اللي نزلت عشان تكلم قداسة البابا، بعد ما رجعوا قداسة البابا قال لهم اعملوا، لقينا ورقة من قداسة البابا بتطلب ان احنا ما نعملش. الله، طب ليه قداسة البابا قال اعملوا؟ يعني في حاجات كده مش واضحة. وبعدين في حاجات كده مش واضحة. لقينا ان موضوع درافي ماشي. لا، ازاي اسقف ما تجلسي وعمال بيشتري؟ يعني كان بيتحكم وبيسيطر على الأبروشية من قبل اصلا ما يتجلس عليها. بالظبط كده. فرحنا عملنا مظاهرات جوه الكنيسه، يمكن تشوفيها في بعض التسجيلات. جوه الكنيسه، وعرفنا قداسه البابا ان احنا مش موافقين على تجليسه. قداسه البابا قال ايه؟ طب انا هسيب سنه كده، وما جلسوش في المره اللي عملنا فيها مظاهرات. والسنه اللي بعديها راح مجلسه، مع ان في ناس معترضه. وقداسه البابا يوم التجليس قال في ناس معترضه ومع ذلك انا هجلس. تمام. انا عمري ما شفت حاجه زي كده، عمري ما شفت حاجه زي كده قبل كده. يعني اتعلمنا كتير وشفنا كتير من قداسه البابا شنوده، لكن ما شفناش الطريقه دي خالص. عشان كده بعد كده الانبا مارك ممكن يجلس يرسم كاهن بعد 3 ايام، ما فيش مشاكل عنده. هو الراجل كمان اتعلم كده. عندكم الكاهن بيترسم في 3 ايام يا بلاش. بالظبط كده، بالظبط. بعد كده الانبا مارك كان يعني عايز اقول ايه، داخل بكل قوه وبكل تقل، ومش همه اي حاجه. وانا سمعت الكلام اللي مدام جوزفين قالته. الانبا مارك في حاجات قديمه مع قداسه البابا، فيمكن عشان كده قداسه البابا بيحاول يساعده ويقف جنبه وما يرفضلوش طلب. لكن مش دي مشكلتنا الحاليه. طيب. مش دي مشكلتنا الحاليه. المشكله اللي انا كنت عايز اتكلم فيها ان كل اللي اتعمل ده غير قانوني. الطلب بتاع المحضر اللي يكون موجود، الانبا مارك ما جابهوش. يعني احنا لو كنا عايزين نكسر فعلا في الكنيسه، كنا عملنا قضايا وعملنا حاجات تانية بالنسبه للحاجات اللي احنا خدناها من المحكمه. احنا قلنا يمكن قداسه البابا هياخد باله من الحاجات دي، لكن للاسف ما حصلش. طيب تعالي بعد كده بقى. انت كنت بتساليني على سؤال. الانبا مارك بذكاوه وانا بحترم ذكاوته اللي موجوده فيه، قرر ان رئيس الجمعيه يكون ابونا افرايم. فلما يكون رئيس الجمعيه ابونا افرايم، يبقى الناس مش هتهيج بقى، الناس هتبقى ساكته وكله هيبقى تمام. الانبا مارك جاب ناس كتيره قوي من كنائس ثانيه عشان تمضي جوه الكنيسه بتاعتنا. ومع ذلك احنا بنبص على الكشوفات بنلاقي ناس ما نعرفهاش مش من كنيستنا. احنا عندنا الكشوفات الاصليه اللي فيها اسماء الناس، وناس تانية من بره جايه من كنايس تانية. هل ده يعني ناس يكون كويس وطبيعي؟ كانوا بيصوتوا على اللائحه الجديده اصلا مش من كنيستكم، ناس من كنايس تانية. الانبا مارك هتسمعيه في الفيديو بيقول ايه. الناس مضت الصبح
الناس دي مين لقداسة الناس دي؟ الصبح. صح. اسمعيه كده تاني، هي بيقول الناس مضت الصبح. ياه. اه، مضت الصبح. يعني ف خلص بسرعة، خلص بسرعة، اللائحة جديدة جت اهي يا جماعة، يلا التصويت عليها في نفس اليوم، يلا تشيك تشيك، يعني خلص في ثانية. كده. وكان بيقول ايه للناس؟ لو تحبوا قداسة البابا، ايوه القرارات بتاعته، ايوه وانتوا مسيحيين ارثوذكس فعلا، ايوه. لازم تمضوا. اه انا احب انك تجيبي حاضر، الفيديو وتحطيه عشان الناس تشوف. هعمل حلقة عن الموضوع ده اصلا، يعني مهم جدا الموضوع ده. حاضر. اه مم. اه اللي حصل بقى انه في الاسبوع اللي بعده حصلت مناقشه ميزانيه، وحتى برضه مناقشه الميزانيه حصلت بدون وجود المحضر اللي احنا كنا طالبينه. معنى كده ان الانبا مارك كسر قرار القاضي وما نفذش قرار القاضي. بس دي ملخص كل ده يبين اللي حصل. يبين دي ايه بين الانبا مارك من زمان. تعالي بقى جوه اليوم الازلي ده، ولما الانبا مارك قال في ناس مش عارف، هو اللفظ مش فاكره بالظبط، الوحشين ولا غير منتمين للكنيسه، متآمرين، عملوا قضيه. في ناس متآمرين. متآمرين. فالحقيقه ابونا افرايم قال له يا انبا مارك، الحقيقه ولادنا مش متآمرين. قال له ما تقولش كده يا ابونا، دول عايزين افتقاد. فابونا سكت. في الوقت ده خطف الميكروفون من ايد ابونا افرايم. صح، شفت انا الحته دي برضه. فمن الواضح ان سنه 2015 ايوه كان الانبا مارك مش بالع ابونا افرايم. ياه، من 2015 هو عايز يزيحه. من 2015 باي شكل بقى، ما هو واقف له زي العود تحت زور. صح. كل ما يقول حاجه ابونا يرد عليه وبكل وداعه، يعني لا بيعلي حسه ولا بكل وداعه. وفي نفس الوقت ابتدى يظهر بمظهر الشراسه، ويمنع ابونا ايليا من الصلاه. اللي عنده كانسر يا عيني. لما لو حد من الكهنه سواء ابونا موسى او ابونا افرايم يخلي ابونا ايليا يحط شويه بخور، كان بيمنع برضو ده. فاللي عايز اقوله ان يعني كميه كراهيه موجوده فيه. انا عمري ما شفت راهب عنده كميه الكراهيه دي. الناس كلها يعني الرهبان دايما بتكون بشوشه، متواضعه، ما عندهاش حب الذات ولا الكبرياء، وعلى طول احنا بنحس بيهم. صح. لكن لما نشوف الحكايه بالشكل ده، وابتدت بقى ايه الاشاعات تطلع، في ناس عايزه تستفيد من المشروع، في ما فيش حد عايز يستفيد. المتر كان بمبلغ ضئيل جدا. المتر كان ب 400 ايرو. حاليا المتر وصل يا مدام، المتر وصل في جيشويف ما لا يقل عن 1500 ايرو. ياه، من 400 ل 1500. ده كانت فرصه. من 2015 دي كانت فرصه. من 2015 لغايه النهارده، اذا ما كانش 2000 ايرو المتر دلوقتي. ضيعت الخساره دي كلها راحت فين؟ صح. ما خد مين اللي هيدفع؟ ما خد الفلوس بقى وجاب بيها كاتدرائيه درافي، ما خد فلوسكم وراح بيها جاب الكاتدرائيه الثانيه يعني. انا بقى ما اعرف. بص، ما هو الحقيقه، ما هو لو كانت المواضيع شفافه ما كانش يبقى فيه قيل وقال واشاعات. صح. ليه؟ كل حاجه محطوطه قدامنا وشايفينها والورق معلن، لكن طول ما انت شغال في الظلام هتفضل في الظلام.
وري حاجتك، اعرض، عرف الناس، وريه عشان الناس تثق فيك اكتر. صح. لكن طول ما انت بتخبي، طول ما الناس هتشك فيك اكتر، وطول ما عمال انت بتطلع اشاعات غارضه وغير صحيحه عشان تهدي المواضيع مش هتهدى. ممكن في ناس يعني مش عايزين بقى يتعبوا نفسيهم ويسمعوا الكلام وخلاص، اهو احنا هنوجع قلبنا ليه بقى، خلاص كفايه. لكن كل اللي بدور عليه دلوقتي ان انا اشرح لك ليه ابونا افرايم قدم استقالته من الجمعيه. لان لاحظ ان في ناس مضت مكانه في الجمعيه، بقى هو كده صوره، وناس من وراها عماله بتشتغل وبتلعب. بيزوروا توقيعه، يعني بيمضوا مكانه، يعني بيزوروا توقيعه. دخلنا في مرحله التزوير كمان. وعندنا الادله. تمام. هو التاريخ كفيل يا استاذ باهر يطلع كل البلاوي دي، يعني الزمن كفيل انه يطلع الحاجات دي كلها. يعني ما يعني ربنا مش هيسيب الحاجات دي كلها، ربنا كمان مش بيرضى بالظلم بصراحه. يعني الراجل ده تعرض لحاجات كتيره جدا وفضل صامت وساكت ولا كان بيحرض حد ولا قال لحد انزلوا ولا اي حاجه. انتوا اللي عملتوا ده كله ده من نفسكم. الراجل ما فتحش بقه في اي حاجه، نزل خد شنطه هدومه ونزل. الطامة الكبرى مدام ان جوه الكنيسة بيتم التسجيل، في ناس اتسجل لها. في ناس اتسجل لها في مناطق متعددة في الكنيسة الأرثوذكسية، القبطية الأرثوذكسية، تحت أبروشية باريس بشمال فرنسا. واللي أكتر من كده عندنا شهود. ناس يعني كان بيتم التسجيل دون علمهم، يعني بيسجلوا للناس جوه الكنيسه. وعندنا شهود. موضوع كبير قوي، مش عارفه يعني ده اخرة الكلام ده كله ايه يعني. لما نقول ان احنا شايلين وعابيين وساكتين وكل ده عشان خاطر مش عايزين نخسر حد، فلو سمحت يا انبا مارك ما تنكش في اللي فات. طلع اشاعات. صح، تنكش في اللي فات. يعني ايه، داري نفسك كده جنب الحيطه. كفايه اللي حصل. صح. لكن عشان تطلع اشاعات وعشان تطلع ناس يقعدوا يقولوا على مدام جوزفين كلام وحش، عيب. صح. واذا كان حد الانبا مارك ما قالوش حاجه وهو بيعمل كده من نفسه عشان خاطر بيحب الانبا مارك، برضه عيب. في كلتا الحالتين يعني النتيجه واحده، يعني عيب برضه. طبعا انا معاك في الحته دي، مش عشان ارضاء شخص يعني انايل الدنيا في الاخر يعني. صح، عندك حق. تمام. عندك حاجه تانية يا استاذ ماهر تحب توضحها؟ اتفضل. ده اللي شفناه للاسف من الكهنه بتوع باريس، ان هم يطعنوا اخوهم اللي قعد معاهم 23 سنه. عمر بحاله طبعا. طعنوا في اداديس وخدمه، وعمره ما داس على طرف حد فيهم. وعمره ما قال حاجه وحشه على اي حد فيهم. واتراهن ان ده عمره ما حصل. واللي عنده حاجه كان قالها من زمان على ابونا ابراهيم بعد ما مشي. لكن للاسف زي يوسف الصديق، صح، اخواته باعوه اشتركوا. صح، بس صح، عندك حق. للاسف احنا في زمن عجيب، المصالح تتصالح. اشكرك جدا يا استاذ ماهر، معلش طولنا عليك. احنا بس حبينا نوضح للناس ونرد على الشائعات اللي طلعت على السوشيال ميديا مؤخرا، ان في ناس بتقول ان انتوا السبب في الموضوع اللي ماشي ابونا افرايم من فرنسا والموضوع ده. فابو يعني الانبا مارك مش عارف يقول ايه، فبيجيبها عليكم وخلاص. يعني وعايز يطلع نفسه بريء. انا بريء. انا بريء، مش انا. مره ولا اخر مره.
تمام مش تمام. اول مره ولا اخر مره عموما يعني. صح صح. اشكرك جدا يا استاذ ماهر، وتصبح على الف خير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.